بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة عايزين نشرح لكم برنامج الجيمب. البرنامج ده خاص بمعالجة الصور زيه زي برنامج الفوتوشوب بالظبط. طيب، عشان أشتغل على البرنامج لازم أعرف أي هي مكونات النافذة الافتتاحية لهذا البرنامج. بتتكون من إيه؟ أول حاجة طبعا ده اسمه تايتل بار أو شريط العنوان. شريط العنوان بيبقى مكتوب فيه اسم البرنامج اللي انت شغال عليه اللي هو برنامج الجيمب. تمام. بتلاقي هنا الفايل نيم، اسم الملف. تمام. على اليمين هتلاقي 3 أزرار، زر كلوز وهنا ماكسمايز وهنا مينيمايز. كلوز يعني أقفل البرنامج، ماكسمايز أكبر الشاشة، أكبر النافذة، ومينيمايز اللي هي أصغر النافذة. بعدين هنا فايل إيديت سيلكت وهكذا. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه تول منيو بار. منيو بار اللي هو المقصود بيه ايه؟ شريط القوائم. تمام. ننزل شويه هتلاقي هنا مجموعه من التولز، مجموعه من الادوات. ده بنسميها ايه؟ ذا مين تول بوكس. ذا مين تول بوكس او صندوق الادوات الرئيسي. طيب، بعد كده هتلاقي من تحت تول اوبشن دوك. تول اوبشن اللي هي لما بضغط على اي اداة من الادوات الخاصة بالمين تول بوكس بيديني الخصائص بتاعة كل اداة. يبقى ده اسمه ايه؟ تول اوبشن دوك. تمام. لما بضغط على اي اداة بيديني ايه؟ خصائصها. تمام. طيب، ندخل شوية كده. هنا اسمها المنطقة دي اسمها ايمج ويندو. ايمج ويندو نافذة الصور. تمام. او منطقة العمل دي. تمام. يبقى ايمج ويندو. هنا الايمج ويندو. نخش يمين شويه هتلاقي الاداه دي او دي بنسميها ايه؟ البرش فورمز جريدينت. برش فورمز جريدينت دي الخاصه بالبرشز، اللي هي طبعا الاداه بتاعت البرش اللي هي خاصه بتختار هنا البرش بتاعتك، يعني سواء كان الشكل بتاعها اللي انت هتلون بيه الصورة. تمام. البراشز او الفورمز او الجريدينت اللي هي المقصود بيها التدرجات اللونية. دي خاصة بايه؟ التدرجات اللونية او الفورمز او البراشز. تمام. ننزل تحت شوية هتلاقي المنطقة دي اسمها layers channels tracks. layers channels tracks دي خاصة بالطبقات والقنوات والمسارات. اللايرز دي مهمة جدا جدا عشان خاطر انا بستخدمها في الشغل بتاعي، واغلب الشغل بتاعك لا يخلو من استخدامك لللايرز، فدي مهمة جدا المنطقة دي ولازم تعرف تشتغل عليها كويس. خلاص، ده مكونات النافذة الافتتاحية لبرنامج الجيمب. تمام. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.